السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه كويزين مال. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معاكم حلويات ديال العيد بواحد العجينه اللي سهله وممكن من العجينه حنا غنشكلوا بها ان شاء الله هاد الاشكال كاملين. المقادير ديال العجينه ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم: تحتاجوا كاس ديال سميده، كاس ديال الزيت، واحد منقارين ديال اللذة، عندنا نيسكافيه سريع الذوبان وكيشريوها شاصيه ديال درهم. عندنا واحد خماره 8 غرام، شاصيه ديال الفاني وشاصي ديال الكاكاو، 3 ديال الفرماجات، 3 ديال البيضات والدقيق حسب الخليط. دابا ان شاء الله ندوزو الطريقه ديال التحضير. كنوضعو في اناء لا مانغارين ديالنا، نوضعو 3 ديال الفرماجات وكاس ديال سميده، وغادي نخدموهم مزيان حتى كتنتج لينا سميده مع الزبده والفرماج. كما تشوفوا هاد العجينه ان شاء الله اللي غنشارك معكم دابا غنشكل منها 3 ديال الاشكال ديال الحلوه، وكل شكل فيه واحد النكهه خاصه. ثم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نرسم كل عجينه بوحدها. دابا كنخدموهم مزيان سميده، كنوضعو شاصيه ديال الفاني، وسبق وضعنا كاس ديال الزيت، وكنخدموهم مزيان حتى كينسجموا لينا. عاد كنوضعو البيض ديالنا 3 ديال الحبات صافي، وكنجمعو العجين ديالنا مزيان. من بعد صافي كنضيفو الدقيق ديالنا بشويه بشويه حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي متماسكه. كما شفتوا المكونات ساهله وبساطه وفي متناول الجميع، يعني العجينه وحده ممكن تشكلوا فيها واحد البلاطو لي زوين وكيجيو حتى في المذاق رائع وغير مكلفه. صافي كنوضعوا الدقيق ديالنا شويه بشويه، وخماره، الدقيق كنديرو عندنا ميزان هنايا كنخدمو تنزيدو حقاش كما كتعرفوا الدقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، لهذا كيبقى الدقيق على حسب الخليط. المهم نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه. هذا هو الشكل النهائي ديال العجينه ديالنا، كما شفتوا كيفاش كتكون لينه. كنقسموها على 3 ديال الاجزاء، كل جزء كنحطوه على حده. من بعد غادي نوريكم كل جزء شنو باش غادي نرسمو. غناخذ اول كويره غنضع فيها شاصيه ديال الكاكاو المر، غناخذ واحد ديال الحليب يكون دافي وغادي ندير فيه نيسكافيه ونحركو مزيان حتى كتنسجم لينا. من بعد كنوضعوا على العجينه ديالنا وكنحركو مزيان. هذا هو الجزء الاول، نسموه بنكهه ديال الكاكاو والقهوه. كما تعرفوا بان القهوه كتمشي مزيان مع الكاكاو، كيجي واحد مذاق لي زوين. المهم تنحركوها مزيان حتى كينسجموا. هذا هو الشكل النهائي ديالها، وغنحطوها ونهزو الجزء الثاني. الجزء الثاني ما غادي نركبو حتى شي حاجه، غادي نشكلوه غير على شكل كويرات، ومن بعد كنديرو هكايا نشكلو هكا شكل اصابع. كنهزو قفاله ديال قرعه ديال الزيت ولا قرعه ديال الماء وكنحطو على هذا الشكل هذا كما شفتوا. غنعاود معكم كويره اخرى باش تشوفوا. راه سهله، تنحربلو
الكويرات ديالنا على هذا الشكل. من بعد هذوك الجناب ديالها تنحطوهم على الحافه ديال القفاله باش كيتشكل لينا على شكل هلال، وكيجيونا نفس العبار بحال بحال. بالنسبه اخر جزء ديال العجينه فاحنا كنسموه بالحامض فقط، غير الحامض كتجي فيها واحد النكهه زوينه. مازال ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال التزيين، حيت داكشي اللي غنزين به حتى هو كيعطي واحد المذاق الحلوه ديالنا. بالنسبه لهذا الجزء الاخير فانا غادي نشكلوه على شكل غريبه. وكنضعو في بياض البيض، وكنفندو في كاوكاو مهرمش، هاد الحلوه كتجي رائعه لا في المنظر لا في المذاق. صافي كنفندو الكويرات ديالنا مزيان ونضعوهم في اللاطه ديالنا اللي كنرشوها بشويه ديال الدقيق. ومن بعد كنشكلوا واحد الثقب في الوسط على هذا الشكل هذا. كنبقاو مستمرين نفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديال العجينه ديالنا كامله. يعني اشكال بساطين ومتناول الجميع ممكن تساعي بهم في نهارك. بالنسبه للكويره اللي نسميها بالقهوه والكاكاو فهنا كنطلقوها، تنوضعو جوج ديال البلاستيكات ونطلقوها باش كتجينا سهله. من بعد كنشدو قطع على شكل دائري وتنقطعو بهذا الشكل هذا العجينه ديالنا. نتمنى ان هاد الحلويات ينال الاعجاب ديالكم، كتبنا الراي ديالكم في الاشكال كيفاش جاوكم. ودابا مناسبة العيد فهادو الاشكال كيبقاو ساهلين في التحضير وحتى في المنظر كيجيو رائعين، وفي المذاق كذلك. صافي كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه كنوضعو الدوائر ديالنا في اللاطه. هذا هو الشكل ديال الهلال من بعد ملي كنخرجو من الفران. دابا غادي ندوز باش نوريكم الطريقه ديال التزيين ديال هذا الشكل هذا. كنحتاجو بالنسبه للتزيين كونفيتير ديال المشماش، كنحتاجو كاوكاو مهرمش، وكذلك كنحتاجو الشوكولاط الاسود. اول حاجه فهنا كندهنو نصف ديال الهلال بالكونفيتير وكنرشوه بالكاوكاو المهرمش، والنصف الاخر ولا غادي نديرو به ان شاء الله الشوكولاط الاسود اللي ممكن ندوبوه. وقت دوبته وضعت معاه شويه ديال الزيت النباتيه باش كتعطينا واحد اللمعه في الشكلاط. وكنبقى مستمره نفس الطريقه. النصف الاخر كما قلت لكم كنديرو به الكونفيتير وكنديرو عليه كاوكاو مهرمش، والنصف الاخر فحنا كنديرو له الشوكولاط الاسود على هذا الشكل هذا. كنبقاو مستمرين في التزيين حتى كنكملوا القطع ديالنا كاملين. كما كتشوفوا الشكل بسيط وسهل وكيجي حتى في المنظر زوين. دابا كندوزو الشكل الثاني اللي نكهناه بالقهوه والكاكاو. من بعد ملي كنخرجو من الفران حتى هو تنديروه في الشوكولاط الاسود وكنوضعوه في النصف ديالو فقط رقائق اللوز. الشكل ديالها كيجي رائع ومزيون. صافي كنبقاو مستمرين نفس الطريقه حتى كنكملوا كاع القطع ديالنا.
حتى هي طريقه التزيين ديالها سهله. الصغير ما قتليكوش بس بالحلوه الاولى اللي نكهناها بالحامض، درت لها الكونفيتور ديال المشماش في الوسط. وهادو هما الاشكال النهائيه ديال الاشكال ديالنا. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وما تنساوش ديروا لي لايك وتكليكيو على الجرس باش تلقاو كاع الجديد ديالي، وتكتبوا لي في كومونتير كيفاش جاوكم الاشكال ديالنا ديال الحلوه ديال العيد. وعيدكم مبارك سعيد، عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه بكل ما كتمنوا ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو اخر.